بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط وهيعجبكم جدا إن شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض أحلى طريقة وأسهل وأبسط طريقة لعمل الفول المدمس في البيت. هنعمله بالظبط زي العلب، بطريقة سهلة وبسيطة جدا بدون إضافات كتيرة، ولا تحطي عدس ولا فول مدشوش. هنعمله فول صافي جدا، وكمان زي العلب بالظبط. زي ما بتجيبيه كده فول العلب هيطلع معاكي ان شاء الله في البيت. لو تابعتي معايا الخطوات ومشيتي على المقادير بتاعتي النهارده تعملي احلى فول مدمس ينفع معاكي للفطار، وكمان ينفع معانا لسحور رمضان ان شاء الله. ولو حابة تتابعي معايا الفيديو للآخر ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف المقادير بقى كده. معايا هنا نص كيلو من الفول. بدأت كده اني غسلته وصفيته مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده نبدأ نزود له المية وننقعه ليلة من بالليل. ننقعه يوم كامل عشان هيطلع معاكي جميل وبالشكل اللي انت هتشوفيه معايا زي بالظبط العلب بالظبط. بعد كده رفعته على النار اهو، وبعد ما غلى واستوى كويس معايا بدأ يدخل في التسوية. بعد كده هديت عليه النار، حتى هو مش بيغلي دلوقتي ولا حاجة. خلاص بقى كده ما خدش حوالي ساعتين بس على النار. ضفت عليه زي ما انتوا شايفين كده نص كوباية من عصير الطماطم، عصير طماطم عادي خالص. وبدأت اقلب كده. مفيش اي اضافات خالص معانا، ولا عدس ولا فول مدشوش. بعد كده هجيب عندي بولة كده وابدأ اضيف معايا 4 معالق من النشا، 4 معالق يكونوا كبار وهرميين من النشا، وابدأ اضيف عليهم ربع كوباية كده من المية لغاية ما ادوب فيهم ال4 معالق من النشا. بعد ما ندوبهم كده هنبدأ ننزل بيهم على الفول معانا بعد ما اتسلق كويس جدا. وضفنا له نص كوباية العصير الطماطم. ودلوقتي خلاص بقى نبدأ ننزل معانا بال4 معالق من النشا وعليهم ربع كوباية من المية زي ما قلت لكم. بندوبهم كده ونبدأ ننزل بقى على الفول معانا ونقلبه كده زي ما انتوا شايفين. هياخد معانا حوالي غلوة بس على النار، وبعد كده نطفي ونبدأ نقدم معانا احلى طبق فول زي فول العلب بالظبط، زي فول الشركات. هنقدم احلى طبق فول معلب، يعتبر خلاص احنا عملناه في البيت. شايفين كل حباية زي ما هي سليمة، وكمان مفيش معاها اي اضافات تانية. هو فول صافي جدا، مكون واحد بس هو الفول. زي ما انتوا شايفين كده لونه جميل جدا وصافي. وكمان كل حباية زي ما قلت لكم زي ما هي، وحباية الفول مستوية تماما. وكده عملنا احلى فول زي فول العلب بالظبط زي ما انتوا شايفين. وكمان سر لونه الابيض دوت الفاتح لون حباية الفول، يعني انها اتنقعت لمدة يوم. وبعد كده غيرنا المية وبدأنا سلقناه على النار في مية عادية خالص. ما خدش معانا حوالي ساعتين بس، أقل من ساعتين كمان. وبعد كده ضفنا له نص كوباية من عصير الطماطم، وظبطنا القوام بتاعه ب4 معالق من النشا. زي ما انتوا شايفين كده احلى طبق فول مدمس عملناه في البيت بايدينا. ينفع معاكي جدا في شهر رمضان للسحور. نبدأ نحط له كده الاضافات البسيطة، رشة ملح، وكمان الزيت اهم حاجة طبعا، والليمون. وتاكلي بألف هنا وشفا احلى طبق فول عملناه مع بعض النهارده في قناه اكلات مصريه مع ام عبد الرحمن باسهل وابسط طريقه زي فول الشركات بالظبط. وما خدش معانا وقت خالص ولا اضافات كتيره، بمكون واحد بس هو الفول. وسلقناه وقدمناه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وعصره ليمون كده على الوش. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.
ولغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص. اقابلكم تاني فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.